رأيناه في المقابر قرب مقرنا، ولم نصدق أنفسنا حين فعلنا. كنا في مقرنا نواصل عملنا بجد واجتهاد كما هي عادتنا، حين فوجئنا بمن يصرخ منا ذاهلا مرددا أن الحاج متولي ظهر، فتركنا ما في أيدينا وأسرعنا خلفه غير مصدقين. فهناك وعلى أحد القبور ربض الحاج متولي على ركبتيه، وقد أخذ يحفر القبر بأظافره، وقد حمل وجهه وعيناه نظرة جامدة مخيفة. لم يبدو عليه أنه شعر بنا أو اهتم، لم يبدو عليه الخوف أو البرد أو التعب أو حتى الهدوء، لم يبدو عليه أي شيء، كأنه فقد مشاعره أو عاد من اختفائه بدونها. فقد أخذ يحفر بأظافر دامية ذلك القبر كأنه يحفر قبره هو. نادينا عليه فلم يجب، بل واصل الحفر، لتتحول دهشتنا إلى خوف لم نشعر به من قبل. إن الإجابة تنبت في أعماقنا، لكننا نتظاهر بأنها ليست كذلك، نتظاهر أننا لا نشعر بها، تماما كالحاج متولي الذي بدأ في إخراج الجثة من القبر دون أن يشعر بنا على الإطلاق. ببساطة انتزعها من قبرها، ثم حملها على كتفه ووقف بها ليبدأ في رحلة الابتعاد عنا. وهنا لم يعد بإمكاننا الصمت أو التجاهل،